السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حاعمل معاكم صوص ثاوزند آيلاند، من أطيب وأسهل الصوصات ممكن تعمليها تغميس جنب البطاطا الكريسبي، جنب البرجر، جنب المأكولات البحرية، يعني صوص كوكتيل وين ما تحطيه بيمشي. نبدأ بسم الله. بدي أضيف مايونيز، كاتشب. طبعا سبب التسمية ثاوزند آيلاند يعني 1000 جزيرة، في 1000 جزيرة موجودة في نهر ما بين كندا وأمريكا، مشهورين جدا بهذا الصوص، لهيك سبب التسمية. بدي أضيف صوص الباربيكيو، مستردة، سكر، ورشة من الملح، وبخلطهم مع بعض بالشكل هذا. تمام هيك. الآن بدي أضيف مخلل خيار مقطع ناعم وبخلطهم. مهم جدا بهذا الصوص أو أي صوص بتعمليه يكون في مايونيز، تخليه بالثلاجة 3-4 ساعات على الأقل قبل ما تقدميه. وهين أنا قدمته مع بطاطا كريسبي تحفة، طبعا مع الأشياء المقلية ولا أروع منه. جربوه إن شاء الله بيعجبكم. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.